انت عارف انا ايه مشكلتي مع موضوع ان احنا خسرنا من نادي درجه رابعه وخرجنا بره الكاس ودي المفروض السنه اللي احنا كنا بنقول يا ما هنا يا ما هناك، وده اللي هيحصل وده اللي هيجي لما جبنا مبومو وكونيا وسيسكو وبتاع. ان انا مش قادر اشيل اللعيبه. المشكله هو يعني ما خلاص بقى، ما انا زهقت من الموضوع ده. اللعيبه اللعيبه اللعيبه، ما احنا عمالين نغير اللعيبه وكل ترانسفير ويندو بنجيب لعيبه جديده. بصراحه ما عنديش ادنى تعاطف ناحيه اموريم. هو كان بالنسبه لي الامل ان هو اللي هيجي يصلح المعوج، بس بصراحه انا حاسس ان هو شاغل نفسه في امور كتير قوي بره الكوره. يعني يا معلم ورينا اماره، انت خسرت من توتنهام في النهائي، ما يخسروش. اقول لك مين؟ تنهاج ما يخسروش. مورينيو ديفنتلي ما كانش هيخسروا يعني. عملت انت ايه؟ وكل مره بيتكلم باللكنه الروسي ولا البرتغالي بتاعته دي وسوري يا جماعه، وام سو سوري وام سوري فور ذا فانز وبتاع. وبعدين انا ما شفتلوش اماره بصراحه عشان ياخد السبورت ده كله، وحاسس ان هو مش فليكسبل انف، وكل شويه اصل فلان زعق لي، فلان قلب بوزه عليا فبيعوه. وبعدين يعني انت لما هتبيع كوبي ماينو، انا شخصيا كنت ضد بيع كوبي ماينو وجرناتشو. جرناتشو قال كلمه عادي يعني، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ ما تودي وشك الناحيه التانيه. هو احنا يا اما سولشكاير اللي كان فتحها على البحري، يا اما نلاقي البي ابو ريم ده اللي عامل شبه فانجال كده، اللي هو قلب بوزه على الناس كلها، واللي مش عاجبه عايز يبيعه. ايه، مفيش حاجه في النص. يعني اكسب لك ماتشين، اكسب لك ماتشين ورا بعض وبعد كده بنتكلم 4 ماتشات ورا بعض وبعد كده بنتكلم على الله. بس بكره نشوف اللي هيحصل مع بيرنلي ده لما نشوف اخرتها ايه.